اول حاجه هقولها لك هي لازم تبطل تسمع اغاني، علشان اذا كان السجاير والتدخين هيدمروا صحتك الجسديه، فالاغاني والمزيكا هتدمر صحتك النفسيه، وده اللي هثبته لك في الفيديو ده. فقبل اي حاجه وقبل ما تبدا تشتم عاوزك تكمل الفيديو ده للاخر. الكلام في الفيديو ده هيكون من الجانب النفسي وبس، لكن اول حاجه عايزك تنزل تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وتشير الفيديو ده. عاوزين نعمل دوشه، ويلا بينا نشوف ايه هو الموضوع من غير فلسفه. يلا نتخيل ان الفيديو ده عبارة عن محاكمة، وان المتهم معانا هو الاغاني، وحضرتك هتمثل القاضي او هيئة المحلفين، وانا هكون الادعاء. هبدأ القضية بتاعتي بالهجوم على نقطة قوة الخصم او اللي بيدعي ان هي نقطة قوة عنده. كلنا سمعنا بالمقولات بتاعت ان الموسيقى هي غذاء الروح، واكيد كلنا برضو سمعنا عن العلاج بالموسيقى وقد ايه اثبت كفاءة وفاعلية وقد ايه النتائج بتاعته كانت هايلة. السؤال اللي عاوز اسأله هنا واللي اجابته فيها بطلان لكل الادعاءات دي، مين اللي قال ومين اللي اثبت ومين في مصلحته التسويق للجمل دي؟ الاجابة هي الرأسمالية يا حضرات، واللي مستعدة انها تسوق وتبيع لمنتج مكتوب عليه يؤدي للوفاة. اكيد مش هيكون عندها مشكلة في تسويق لمنتج في ظاهره اقل في الخطورة كتير قوي من اللي مكتوب عليه يؤدي للوفاة ده، لكن في الحقيقة انه نوع تاني من الضرر لكنه مش اقل. وهنتكلم عن الضرر ده وهنقول ازاي الاغاني والمتهم بتاعنا دلوقتي هوش اقل في الضرر من التدخين والسجاير اللي بتدمر الصحة وبتسبب الوفاة اللي الشركات بتاعتها بتعلن ليها. الرأسمالية اللي اهم حاجة عندها هي المكسب والفلوس ايا كان الثمن، ممكن تسوق لاي بضاعة وتحليها في عين المشتري كان هيجي من وراها مكسب كبير. لكن في الاول احنا ناسيين حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ نتكلم عن الضرر اللي بيسببه المتهم ده. المجني عليه الانسان كائن الضعيف اللي بيتحكم في مزاجه وفي نفسيته شوية هرمونات، واي حاجة عندها القدرة ان هي تتحكم في الهرمونات دي او تسبب تغيير فيها هيكون عندها القدرة ان هي تتحكم في الانسان ذات نفسه وتخليه مش قادر انه يستغنى عنها. دلوقتي الانسان الكائن المزاجي ذو الهرمونات هو اسهل فريسة للمتهم بتاعنا. هنا انا سامع الدفاع بيقول طب ايه المشكلة لما يكون الاغاني عندها القدرة ان هي تتحكم في الهرمونات وتخلي الانسان سعيد كده ومبسوط وتخلي هرموناته مزقططة وعالية، وكمان ان ليها القدره ان هي تزود نشاطه وحماسه، كده تبقى وسيله مفيده بالنسبه لنا مش متهم المفروض ان احنا نقضي عليه. والرد على الدفاع ده هيكون بنقطتين. النقطه الاولى وهي الادمان، الابن الغير شرعي للتغير في الهرمونات في جسم الانسان، اللي بسببه الانسان بيتحول لاسير للحاجه اللي بتسبب تغيير في الهرمونات دي وتزودها له وتحسسه بالسعاده الوهميه. والادمان هنا هو اخف الضررين بتاع الاغاني، لكن الضرر الثاني والاشد واللي هو بيخوف فعلا هو الاذى النفسي اللي بيقابله الانسان. لكن قبل ما نكمل كلام عن الضرر ده تعال نتكلم شوية عن المتهم بتاعنا. تعال نحكي حكايته كده ونشوف هو مين اصلا ونشوف ايه هي الاغاني. الاغاني ما بين الكلمات وما بين اللحن وما بين الصوت الجميل اللي بيغني لك الكلمات دي وبيوصلها لك يقدر يحسسك احساس ويعيشك حالة ويعيشك في قصة وهمية ويوصل لك الاحاسيس اللي انت اصلا لا ناقة لك فيها ولا جمل. انت دلوقتي مالكش اصلا في الحكاية دي ولا ليك في القصة اللي بتحصل ولا ليك في اي حاجة من المشاكل دي، لكن انت بقيت عايش الحالة دي، عايش الاحساس ده. هتقولي وايه المشكلة يعني؟ هقولك اكمل كلامي. هي بتعيشك الحالة دي وبتعيشك القصة دي كلها لكن مسلوب الإرادة. انت بتعيش الحالة وبتعيش الحالة النفسية دي كلها غصب عنك. اغنية حزينة تكون سبب انك تحس مشاعر حزن انت اصلا في غنى عنها، او ان اغنية تكون سبب في تحريك مشاعر ايا كانت ايه، يا اما هتعطلك عن حياتك يا اما هتعيشك وهم ممكن بعد كده يأذيك الوهم ده. بمعنى اصح هتتحول انت وحالتك النفسية ومشاعرك وحياتك كلها لدمية في ايد الكلمات والالحان والصوت الجميل اللي انت حاطه في ودانك ده. لكن قبل ما انهي نقطة تحكم الاغاني في مشاعر الانسان دي، انا عاوز اسأل سؤال بسيط خالص. هو مش ممكن الاغاني دي تزود الطاقة والحماس؟ مش هي بتدي طاقة وبتدي حماس وبتزود الادرينالين وبتزود الهرمونات عند الانسان؟ مش ممكن الطاقة والحماس دي لما تزودهم عند المراهقين او الشباب يعني او الاطفال والكلام ده تكون الاغاني سبب في زيادة العنف ده؟ نيجي بقى لأخطر نقطة واللي مش هتأثر بس على شخص واحد ولا هتسبب لشخص واحد اكتئاب ولا انهيار ولا ان هو هتدمر له حياته، لكن اللي هتكون سبب في تدمير المجتمع كله. ما انا لو جبت لك لحن حلو وكلمات جميلة وصوت جذاب بالله عليك مش هتشتري اي كلمات هقولها لك في الاغنية. مش بس كده، لا ده انت كمان هتتأثر وجسمك هيقشعر كمان. ده حتى لو كنت بكلمك عن حق السناجب في المكسرات هتتأثر. طالما اللحن حلو والصوت جذاب والمزيكا رايقة
اكيد هتشتري اي كلام هقوله لك. فما بالك بقى لو قلت لك حاجات منطقيه اكتر بالنسبه لك، ومش بس كده، لا كمان حاجات تحرك مشاعرك وبجد. عارف المثل بتاع زمان اللي هو الزن على الودان امر من السحر؟ اهو السحر ده يقدر يقنعك ان الدنيا ملهاش امان وان الصحاب في اجازه. ممكن يقنعك بمبادئ طالما المزيكا حلوه والصوت حلو، حتى لو كانت ضد مبادئ دينك ومجتمعك. اقول لك حاجه، حتى لو ما اقتنعتش هتتعود من كتر السماع وهتبقى الحاجه دي بالنسبه لك عادي، حتى لو كانت المبادئ دي زي ما قلت لك ضد دينك وضد مجتمعك، لكنها من كتر ما هتسمعها هتعتاد الشيء ده وهيبقى بالنسبه لك ان حد يعمله حاجه عاديه. ما هو دايما بيتكرر قدامك ودايما بتسمعه، فبقى بالنسبه لك مألوف. ولما تتكرر الحاجات الغلط الكتير دي ونتعود عليها، النتيجه هتكون مجتمع مشوه واجيال ضعيفه مبادئها واخداها من اغاني كلمات متباعه ليهم في صوت ومزيكا، لكن الهدف الحقيقي منها هو التشويه الصورة بتاعتهم، تشويه صورة المجتمع وتشويه صورة الأجيال اللي جاية. وهيبقى عندنا أجيال نفسياتها هشة وتحت رحمة كلمة أو تحت رحمة لحن، أجيال عندها من الترومات والعقد اللي أصلا ممكن ما تكونش عاشتها، لكن العقد والترومات دي بقت موجودة جواهم من كتر القصص والألحان والمزيكا والحالات الوهمية اللي هم عاشوا فيها بسبب الأغاني اللي خلتهم ضعاف ومش قد إن هم يستحملوا أي موقف ولا اي ازمه ممكن تواجههم في حياتهم، علشان عقولهم مشتته ما بين الواقع اللي مش عارفين يركزوا فيه وما بين الحالات الوهميه، الحالات والمشاعر الرومانسيه والواقع الافتراضي اللي خلقها لهم المتهم بتاعنا اللي هو الاغاني. حالات من قصص وهمية ومشاعر وهمية ملهاش أي صحة من الواقع، لكنها اتدست ليهم وبقت موجودة فرض غصب عنهم، سلبتهم كل الإرادة اللي ممكن يكون عندهم علشان تتحكم فيهم وتتحكم في مشاعرهم. هو ده المتهم بتاعنا. المتهم بتاعنا مش بس بيحسسك بالحزن على أغنية، لكنه كمان بيخلي الأجيال اللي جاية كلها لينة طرية سهلة الكسر في الوقت اللي هم مفروض يكونوا فيه أصلب وأكثر قوة علشان يقدروا يواجهوا اللي احنا داخلين عليه من الأصل. في النهاية اعتزل ما يؤذيك مش مجرد جملة أو مثل أو حاجة بتتردد على اللسان، لكنها لازم تكون فلسفة تقدر تعيش بيها في حياتك، علشان زي ما في ناس عاوزة تبيع لك السجاير والدخان اللي يدمر صحتك مقابل الفلوس علشان هم يكسبوا، في ناس من مصلحتها برضو ان هي تديك الأغاني والمزيكا اللي هتدمر أكتر من صحتك الجسدية، صحتك النفسية والذهنية، اللي تعيشك في الوهم والأحاسيس اللي هتخليك أضعف وأضعف وتخلي نفسيتك وحالتك ومزاجك دايما عهدة في ايد حاجة اسمها مزيكا، حاجة صنعها حد تاني وباعها لك علشان بس تقدر يتحكم فيك وفي مشاعرك ويبيع لك اكتر واكتر. والنتيجة في الاخر والضحية الكبيرة هي المجتمع اللي هيتلوث واللي هيتشوه واللي هيبقى مش باين له ملامح، ولا هو مجتمع مبني على مبادئ والدين اللي هو مفروض يتبني عليها، ولا هو المجتمع اللي بره بقى صورة مشوهة. وده كله احنا بنتكلم اصلا عن الجانب النفسي والجانب الفلسفي وما جيناش ناحية الحلال والحرام. وزي ما قلت انا مش هتكلم في الحلال والحرام، ولكن دي كانت مرافعتي ضد المتهم بتاعنا، المتهم اللي يستحق انه يتعاقب بانه يتنبذ ويتنفي بره المجتمع بتاعنا. ولازم نرجع لمبادئنا وافكارنا الحقيقية وننسى يعني ايه مزيكا، وننسى يعني ايه غذاء الروح. غذاء الروح احنا عارفينه كويس وعارفين ازاي نغذي عقلنا وروحنا وازاي نعالج الواقع بتاعنا. دلوقتي انت سمعت المرافعه بتاعتي ضد المتهم اللي معانا، وانت القاضي وانت هيئه المحلفين، فانا عاوز اسمع قرارك تحت في الكومنتات، عايزك تنزل تقول لي عليه تحت حالا. ولو برضه لو في شتيمه فبالراحه برضه، علشان الكلام زي ما قلت لك ده كله من غير فلسفه. فاخر حاجه عاوزك تنزل تعمل لايك، تنزل تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وتشير الفيديو ده لو مقتنع بالكلام اللي قلته لك علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وسلام عليكم.